احمد شاب الفارس بيوجه رسالة قوية للناس، لبعض الناس اللي بتهاجمه وبدأوا يعملوا فيديوهات عليه، ودي رسالة موجهة ليهم وبيحذرهم من دي آخر فرصة. هنشوف احمد شاب الفارس قال ايه في الفيديو ووجه لهم كلام ايه، وهنرجع لبعض تاني. اخواتي قد الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني والله. انا والله النهارده مع بعض الساعة 12 طبعا. طلعوا مع بعض النهارده. آه والله صادفني كام فيديو كده بالحب كده اللي هم يا ريت بقى المرة دي منتقدين ولا كلام من ده، لا. صادفني كام فيديو من تصاميم اخواتنا، يعني المفروض ان هم اخواتنا. انا اكبر مصممين هنا على البرنامج. تيك توك، يوتيوب، فيسبوك، جوجل، سناب شات، الكلام اللي انتوا هتلاقيني في كل حته. انت فين؟ انا الكحه اللي بكحها يابا. مش غرور مني ولا كبر، لكن ده واقع عايشينه حبيبي. الكحه اللي بكحها بتنزل ترند الصبح، انما احنا ما شفناش ترندات لحاجات. مش شايف حاجه. مش شايف حاجه صدقها. مش شايف حاجه. مش شايف حاجه صدقها. ارقام واحد وعمام واسود ونمور، وفين اخويا على التيك توك؟ موضوع باين من عنوانه. انا بقالي شهرين وصفحتي داخله على 800 الف راجل جدع واخت جدع. ما احنا شايفين كل حاجه، وتسجيلات الاعجاب على الصفحه باين، وكل حاجه باين اخواتي. فاحنا مش هنسمي حد بالعموم، احنا هنسمي اللي هيجي معانا في مواضيع، لان اللي هيجي معانا في مواضيع انا ماليش في الشاشات زي ما اخواتي عارفين. وهتبوخ في الاخر. اقلب، عشان انا اصلا مش على هوايا البرنامج. هاخدك واغطس بيك على قاع البحر، لكن انا ليا مليون باب رزق. انت غلبان وانا كشحك. اقلب يا ابني، طيارة عالي عليك. شاب يابا. امام البرنامج، وبعيد عن علي طبعا، وبعيد عن اخواتنا، وبعيد عن الالقاب. علي يلقب شاب جدع وبيفهم وهو بيهزر وبيحب يضحك، انما لما يبقى حد كبير هتشغل مصممين، انت معاك 3 4 5 6. انا معايا مصممين البرنامج كلها اخواتي واتشرف بيهم. لو حركت عليك المصممين هكرهك في البرنامج، فانا مش ناقص في اسلوبي. شيل يا حبيبي التصميمات اللي انت عاملها دي، عشان انت مش موضوع. انت في التصميم وفي الواقع وفي المواقع وفي كل حتة بعون الله الشاب يفوز. الصبح تطلع ترند. اقعد يا عم، اقعد يا عم، انت حد عارفك؟ تعال نمشوا جنب بعض ونشوفوا يجروا على مين فينا. اقعد يابا. انا بقالي شهرين غير السنين اللي انت قاعدها انت وهو. فاضل غلطة واحدة بس، وساعتها انا ماليش روح وماليش طقطان. كده كده انا جايز لها بعون الله. فوق لنفسك وما تكررهاش. زي ما سمعنا كده كلام احمد الشاب الفارس، هو بيوجه الرسالة للناس دي وبيحذرهم ان ده اخر موقف او اخر تحذير ليهم. هو وجهة نظري ان احمد الشاب الفارس للناس كتير قوي اللي بتهاجمه، الراجل انا شايف ان هو بيقول يا جماعة خدوا مني الكويس وابعدوا عن السيء. وبعدين الراجل ما بيروجش للسيء اللي مر بيه او اللي عمله او كلام من ده. هو بيوجه للناس، بيوجه الناس والشباب للصح، ويقول لهم اعملوا الصح، مش بيشجعهم على البلطجة وقلة الأدب والحاجات اللي بنشوفها من بعض الناس اللي بتطلع فيديوهات مش مظبوطة. مش عاجبك الشاب الفارس، خد منه الحلو وسيب الوحش، قلده في الصح. ده وجهة نظري. ولو كان حد له وجهة نظر تانية يا ريت يتفضل في التعليقات، واتشرف بيكم جميعا ان انتوا تكونوا اعضاء في القناة بتاعتي. يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الساعة 12 اخواتي.